النهارده هنعمل محشي مشكل خضار بالرز واللحمه المفرومه. يلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هنبدا بيها هي تعصيج اللحمه. فهنعصج اللحمه في الطاسه مع شويه زيت، وهننزل عليهم بطماطمايه وبصله وفصين توم. هنديهم تقليبه مع بعض، وهننزل بالبهارات. البهارات هتكون ملح وفلفل وبهارات اللحمه، وكمان شويه من بهارات المحاشي هنلاقيها عند العطار. وبعد كده هننزل بالرز عليهم. ولما ننزل بالرز عليهم احنا مش هنسويه تماما، احنا بس هنديله نص تسوية. وهنزل عليهم كمان بمعلقة معجون طماطم، هديهم تقليبة مع نص كوباية مية مش اكتر. احنا بس عايزين الرز واللحمة ياخدوا من طعم بعض. وهننزل عليهم بشوية من البقدونس والكزبرة. طيب احنا ممكن نحشي الخضار رز ولحمة مفرومة من غير ما نعمل الخطوة دي؟ طبعا ممكن، بس جرب الخطوة اللي انا بعملها دي هتفرق معاك في الطعم قوي. فهنسيبهم على نار هادية ونبدأ في تحضير الخضار. بالنسبة للطماطم احنا عايزين نعمل له غطا من فوق او كفر من فوق. فهنفتح بالشكل ده وهنجيب معلقة شاي، ونبدأ نقوره من جوه او نجوفه من جوه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبكده تبقى الطماطم جاهزة للحشو. بالنسبة للفلفل احنا هنشيل القمع من فوق بنفس الطريقة، أسهل طريقة. وهنشيل منها البذر اللي جوه وخلاص كده جاهزة. بالنسبة للكوسة والبتنجان والبطاطس والبصل، معروف بيتقوروا ازاي. بالنسبة للبصل في أكتر من طريقة إن احنا نحشي بيها البصل، زي مثلا إن احنا ممكن نسلقه ونطلع الورق واحدة واحدة ونلفه ونحشيه. لكن أنا ما عملتش كده، أنا قورته عشان ياخد نفس الوقت في السوى مع بقية الخضار. وهنبدأ نحشيهم واحدة واحدة. بعد ما حشينا الخضار بتاعتنا هنجيب الحلة ونفرشها من تحت بصل أو طماطم. وهنجيب اللحمة اللي سلقناها نفرشها برضو من تحت. وهنرص الخضار بتاعتنا واحدة واحدة. بعد كده هنجيب شوربة اللحمة اللي سلقناها هنسقيهم بيها. أنا هنا للأمانة حطيت شوربة كتير، فرجعت نقصت منها كمان، يعني هي الشوربة لنص الحلة بس. وهنا بعد ما سيبناهم على نار هادية واستوت خد 40 دقيقة. هنبدأ بقى نطلعهم واحدة واحدة وبالراحة خالص عشان ما يتكسروش معانا. بالنسبة لي هتسألني تقول لي إيه أحلى محشي فيهم؟ أنا أكتر حاجة بحبها فيهم محشي البطاطس، خرافي. وبعد ما نطلع الخضار بتاعتنا فكمان يا هننزل بابا يا عليهم بابا باللحمة اللي من تحت. يا شوية اللحم اللي تحت دول يا جماعة هي والرز اللي تحت كمان دول البهاريز. هي دي أحلى حاجة في الأكلة دي كمان. وده هيكون الشكل النهائي وبالهنا والشفا. وفي نهاية الفيديو لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله.